عربية كهرباء جديدة من تويوتا. تويوتا قدمت اف تي مي الكهرباء الكونسبت، عربية من فئة المايكرو موبيليتي ومخصصة للأسواق الأوروبية وبالأخص للمدن الزحمة جدا. بتستهلك طاقة أقل 3 مرات لكل كيلومتر مقارنة بالعربيات الكهرباء اللي بطارياتها رنجاتها عالية جدا. سقفها كمان بيجي بسولار بانلز بيزود رنجها من 20 ل 30 كيلومتر يوميا. تصميمها مستوحى من مركبات تويوتا اللي شفناها في اولمبياد طوكيو 2021 واولمبياد باريس 2024. طولها ما عداش ال 2.5 متر، يعني تتركن في اي مكان بسهوله. بتيجي بتصميم كاشف الطريق كله تقريبا وبدهان 2 تون ابيض في اسود. اما من جوه بتيجي بكرسيين بس وممكن تخصيصها على حسب احتياج صاحبها، يعني مثلا لو حابب ينقل بضايع او حابب ينقل كرسي متحرك. تويوتا اف تي مي مصنوعه من مواد معاد تدويرها، وده بيخلي البصمه الكربونيه الخاصه بتصنيعها اقل ب 90% من اي عربيه بنشوفها النهارده. من الاخر تويوتا اف تي مي عربيه مايكرو كهرباء مناسبه للمدن الزحمه جدا، وبما انها عربيه كونسبت لسه مفيش اي تفاصيل سواء عن ادائها او عن سعرها. طبعا انا عارف رايك في العربيات المايكرو، بس ايه رايك لو تويوتا اف تي مي اتقدمت بسعر معقول، هتشتريها ولا لا؟